السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير بسأل نفسي هو ليه لما اتنين بيختلفوا، سواء واحد وصاحبه أو واحد وخطيبته أو واحد حتى ومراته، وينفصلوا وميبقاش فيهم نصيب، ويبتدوا من هنا يطلعوا عيوب بعض ويبتدوا شتيمة في بعض وتبتدي حرب ما بينهم ملهاش نهاية، مع انهم سبحان الله كانوا بالامس القريب شايفين بعض احسن اتنين في الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى كان ليه آية عظيمة جدا ووصية بتقول ولا تنسوا الفضل بينكم. خلاص احنا ما اتفقناش ومفيش نصيب ما بيننا، مش شرط ان احنا نبتدي نطلع في اسرار بعض ونبتدي نقول كذا وكذا وكلام على بعض. يا جماعة القضية كلها ان احنا جايين الدنيا دي نعيش يومين وناخد عمل طيب وعمل صالح وكلنا هنتحاسب عليه. اعتقد ان انت مهما كنت مختلف مع حد مش هتبقى فرحان لما تصحى من النوم ويقولوا لك ان الحد ده توفى، ويبتدي هنا يوقع معاك الندم وتقول يا ريتني صالحته، يا ريتني سامحته، يا ريتني ما قلتش عليه كده. خليك راقي حتى في الخلاف، وتذكر دائما ان الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. وحتى لو ما فيش بيننا نصيب وما بيننا اي حاجة نفضل احباب وعادي، والمعاملة ما بيننا لان احنا اخوة في الاسلام قبل ما نكون اصلا اعداء او اي حاجة تانية.